زوران افط البصره، الحارس مجتبى محمد قدم مستوى. اعتقد مباراه تكمله المباريات، مباراه العمر لمجتبى محمد. قدم مباراه تاريخيه بالنسبه له هو، مباراه ممتازه جدا، استمرار لحاله الفورمه العاليه اللي يعيشها مجتبى محمد. اعتقد يعني كان عامل مؤثر. يعني كنت اتوقع انه اختياره مو بس حارس، احنا اختاريناه حارس الجوله بالاتفاق، لكن كنت اتوقع انه يكون هو لاعب الجوله، لان اكثر لاعب بالجوله كان مؤثر وعامل حاسم في نتيجه المباراه. تصدي روعه، تصدي اروع ما يكون، عمليه قطع مسار الكره، عمليه قطع مسار الكره ممتاز جدا. اهم ما ميز هاي الكره انه شوف هنا الخروج بزاويه 45 كامله وقطع مسار الكره بشكل كامل برشاقه. شوف هنا ليش دائما نوصي هاي عمليه القطع؟ لان الحارس لو ماخذ هاي الخطوه الكره كانت صارت بعيده جدا عن متناول، لكن هذا القطع والالتقاء في اقرب نقطه مع مسار الكره بصراحه شيء مميز جدا، والرشاقه العاليه. اتمنى الاستمراريه بهذا الاداء لمجتبى محمد. واكيد احنا يعني عند ما نتكلم يعني دور مدرب الحراس ايضا كل التحيه لأكرم صبيح بصراحه. يعني جهودك واضحه أكرم صبيح، وهذا اللي يفرحنا كمدربين، نحس انه الحارس السابق حسام مهدي ما توفق في بعض المباريات، لكن وجدت البديل مجتبى اثبت نفسه، واكيد لك دور من الجانب النفسي والفني اكرم صبيح. خلي ناخذ لك كابتن دكتور 73. طبعا تألق مجتبى بصد ركلتي جزاء، هذه الثانيه لان الاولى يعني بصراحه التكنيك مالتك ما يصير تطلع من الخط، هاي لازم يكون عندك انت اللي تميزت به، ما انخدعت بضربتين جزاء. هذا معناته انه انت مشتغل على نفسك وعلى ضربات الجزاء، وهذا يحسب لك. مرات يكون حدث، مرات يكون عمل تدريبي فيحسب لك. الشغله الاخرى هنا بقى ينتظر لحد اخر، هسه لو نشوف لحد ما مرتكز اللاعب هو راح، هذا معناته انه قرأ جسم اللاعب، وهذا يحسب له بكل ضربتين جزاء. الدكتور يعني 3 ركلات جزاء صح؟ اي 3 ركلات جزاء. نعم يعني انعدوا من منبابي. لا هسه انت لو تشوف رجل اللاعب هسه من عات الاخ المخرج بينت، هي قراها اللاعب بها بطء بالتحضير، عمليه التحضير بها بطء بالنسبه للاعب. كل ما كان بطيء اللاعب بالتحرك على الكره، كل ما اعطى فرصه لحارس المرمى انه يقراه، فقراه وتحسب ومو بس هذه، انه انتظر الكره الثانيه ايضا مسكها. 74 كابتن نبراس، تصدي رائع. قلت لك يعني قدم مباراه ممتازه جدا، كان حاسم جدا طول المباراه. يعني احنا لضيق الوقت بصراحه ما اخذنا كل الحالات، لكن شوف هنا عنده بعد 3 حالات، عندك 3 حالات بعد اضافيه شلناها. تمركز اول راقي جدا، تمركز اول مثالي، عمليه تموضع وشكل الجسد كان ممتاز جدا، الرشاقه العاليه اللي يتميز بيها رغم الكره كانت صعبه، ارتدت من الارض راحت بزاويه بعيده، عمليه تسديد شوف عكس الجسد، لكن الثبات لحظه التنفيذ، التمركز الاول ممتاز، شكل الجسد ممتاز، والاجمل انه التصدي بيد واحده عكس الايد هاي، والذهاب الكره الى المناطق الامنه كان ممتاز جدا. حتى الدفع بالايد قوي ممتاز جدا، ممتاز جدا. انا اشوفها حاله مثاليه. المنطقه الامنه، المنطقه الامنه ممتاز جدا. المنطقه الامنه، شكل الجسد ممتاز، والابعاد، تركيز ذهني بقى، حتى التحضير مبكر. هذا هو التحضير المبكر. شنو؟ اخذ تمركز صح، شكل الجسد صح، تركيز عالي جدا، خلاص ممتاز جدا. 83 دكتور نجم. طبعا هذا تصدي رائع جدا. انت مثل ما قلت شلنا 3 حالات انا 3 حالات شلت، بس اخذت المؤثرات جدا، اكو متشابهات شلناها. بس انا اللي يعجبني انه سرعه رد الفعل واختيار زاويه الرؤيه مع توافق مع المدافعين، هذا يحسب لحارس المرمى. هسه لو نعيد الحاله ونشوفها، شوف ايش قد مكتظه، شوف منطقه الجزاء قد اكثر من 10 لاعبين 11 لاعب، انت من حصلت زاويه رؤيه وعملت رد الفعل ممتاز جدا، هذا يحسب لك. فبصراحه حارس الجوله عن استحقاق. هذه الحاله راح نتذكر بيها. شوف الابعاد رغم قرب المسافه تقريبا، لكن راح يذكرنا بهدف الحدود على هاني شاكر حارس نوروز. صح. وطريقه الابعاد اللي جايينها صح؟ نعم صح. يعني تذكروها لا تنسوها، هي جيناها. صح.